حديثي للشابات البنات وسأحدثه للشباب. من قال أن الفتاة التي تملك هذا الجهاز التقني اليوم لازم تصور حالها؟ ليش لازم تصور حالها؟ وإذا صورت حالها لماذا يجب أن تصور حالها في مظهر غير لائق؟ بديش أقول وحش، بديش أقول فاضح، بديش أقول مخزي، وهو هيك. لماذا؟ وهي تقع في جملة من الأخطاء. قال ما هن خاطبين بعضهن البعض، وإذا خاطبين بعضهن البعض مسموح للفتاة أن تري من جسمها ما لا يصح أن يراه إلا ليلة زواجه؟ أو أصحاب عشاق بيحبوا بعض مشان يظلها متعلقة فيه، قال أنت بثقة وكاملة ولا وبصحش ومرة وعلى مرة، وإذا بها ترسل إليه صور، وبعدها بيبدأ المجرم يستغل، يهدد، بده يطلب الآن الإشي ثقيل، بده يطلب الآن العيار ثقيل، وإذا رفضت يهدد بكرباج الباشا، يهدد بالفيسبوك، وحتى خطيبها. كم من الخطباء من الخاطبين ليس من الخطباء، كم من الخاطبين من تركوا. وأنا والله شاهد على كثير من الحالات. أول إشي أهل البنت لما يصير الفسخ يا شيخ أول إشي بدنا إياه الصور. ليش يا حبيبي؟ ليش هذا السلاح النووي بدك إياه؟ ليش السلاح النووي هذا بدك إياه؟ بده الصور، لأنه يعلم أن هناك صور ما كان ينبغي أن تضعها الخطيب بيد خطيبها. لماذا الصور؟ ليش؟ لماذا؟ يوم الاثنين الأخير كنت في محكمة شرعية في بلد معينة، تدخلنا في قضية وجرونا للمحكمة مشان نشهد. بيطلع الواحد بيعمل مليح تطلع على راسه، مش مهم، مش هذا القصة. القاضي يقول والله يكاد يبكي، يقول أغلب 90% من ملفات الطلاق اليوم، طلاق مش فسخ الخطوبة، 90% من ملفات الطلاق اليوم سببها الفيسبوك والبيليفون والآيفون، سببها خيانات، فساد، جرائم. مرات البنت بتبعث صورها لصاحبتها مش عامله ولا اشي، بس بنات بتبادلوا صور ايش؟ صور ايش يا مجنوني؟ صور ايش يا هبلة؟ صور ايش يا تافهة؟ صور ايش يلي صدقت الجمعيات النسوية المجرمة اللي بتقول لبناتنا اليوم، ورفع شعار وعملوا عليه دعايات بالصحف: جسدك ملكك، هذا حقك، هذا مش لابوكي ولا لحدا، ما حدا له دخل فيكي، اعمل اللي بدك اياه، اطلعي كيف ما بدك، اتصرفي كيف ما بدك، جسدك ملكك. شعار جمعيات فاسدة من بلادنا مدعومة ومفتوت عليها دولارات من أجل أن تفسد في مجتمعنا، لكن هذا مش معناه أن نغيب العقل وتصبح الفتاة توزع صورتها على صاحبها. وأنا أتحدث هنا عن شيء أعرفه. لما اختلفوا البنات على شيء تافه، واحد منهن أطلعت صور صاحبتها ونشرتها في الفيسبوك، وقد لا تفعل هذا شيء منه، لا لخطيبها ولا لصاحبيتها ولا لابتزاز ولا لحد اخترق ولا لركب الصورة. ماذا يحصل وأنا أعلم؟ ما عملتش ولا إشي سوى إنه التلفون خرب وودته عند مصلح، بس ما عملتش ولا إشي، وعندها وعند بالها إنها محي الصور كلها. في إشي بالمحي يا جماعة يلي بتعرفوا، فيش إشي اسمه محي صورة. ويكون التقني شرير فاسد عاطل ابن حرام مجرم، فيستخرج هذه الصور وينشرها وهي مش عارفة من كيف طلعت الصور. تصير يقول يا عم كيف طلعت، يا عم كيف طلعت، ما احنا محيينها، والله ما حدا شافها، والله هي لها خصوصي. والله أتحدث عن شيء أعرفه. أنا أنصح لذلك، مش بس إنه بنحط الصور، مش لازم هذه الصور تكون. أنا مش قاعد أعطي درس الآن في استخدام الحاسوب. يكون الخبراء مجرد الكاميرا بتكون مفتوحة وانت قاعد تحل مسألة رياضيات، البنت تتعلم بقروت، وقد تكون في بيتها مش حاطة على رأسها، ولا لابسة لباس مش مناسب إلها في غرفتها، كاميرا شغالة بتصورها وهي لا تعلم. لماذا يا جماعة؟
لماذا لا ننتبه؟ نحن اليوم في واقع صعب، نحن اليوم في واقع في غاية الخطورة. وإذا بالشباب، وإذا بالصور هذه تنتشر، اللي صح واللي مفبرك واللي حقيقي واللي صورة واللي فيديو واللي وإذا بها تنتشر كالنار في الهشيم، وإذا بها الصور بين أيدي الشباب الذي أرادوا أن يخطفوه من مجتمعه، من أمته، من دينه، من حضارته، من قيمه. وإذا بالشباب في المقاهي وفي غير المقاهي يجلسون. تعرفوا ما هو الشعار اللي بيناتهم؟ شوفي عندك حومر اليوم، شوفي عندك حومر. الحومر أيعقل أن تصبح أبنائنا وبناتنا وأعراضنا مادة للاستهزاء والسخرية والتلذذ الحرام؟ هكذا يا شباب فعلا، دون أن يغيب عن بال الواحد أن له أخت وله أم وله عرض. معقول أن تصبح أعراضنا وبناتنا نحن بدل ما نكون السند والمدافع، نعم في مرحلة من المراحل ذكرها الآباء والأجداد، بل من بعدهم كان الاختيار من عيلة. إذا شاف مرة من عيلة ثانية وبس مشكل عن ذراعها بجوز وهي شو بتساوي بالطابون، ولا ينبهها ليش وحرام وعيب، تقبل وترضى. أمرك يا عمي مش منتبهة ويمون عليها. اليوم أصبحنا هكذا نعتدي على أعراض بعضنا البعض في المقاهي والخمارات وفي كل مكان. أيعقل هذا؟ نحن في ظرف صعب،